السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وبخير. رمضان خلاص على الأبواب، وده الشهر اللي بنستناه من السنة للسنة، مش بس عشان الأكل والسحور والتجمعات الحلوة، لكن كمان عشان هو فرصة ذهبية إننا نغير من نفسنا للأحسن. كتير مننا بيلاقي نفسه تايه في رمضان، يومه بيضيع بين النوم والنت والمسلسلات، وفجأة يلاقي نفسه وصل للعيد وهو حاسس انه معملش اي حاجة مفيدة. عشان كده في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي ننظم وقتنا في رمضان، وازاي نستغله بأحسن شكل بحيث نخرج منه بأكبر استفادة ممكنة. فركز معايا وخلينا نبدأ الفيديو. أول حاجة لازم نفهمها عن رمضان إنه مش بس صيام عن الأكل والشرب، لكن هو صيام عن العادات السيئة، عن الكسل، عن أي حاجة بتضيع وقتك بدون فايدة. رمضان هو فرصة لإعادة ضبط حياتنا كأنها بداية جديدة. تخيل معايا إنك عندك زرار ريستارت تقدر تضغط عليه وتبدأ من جديد بعادات أفضل، بروح أنقى، وبحياة منظمة أكتر. الفكرة كلها إنك تدخل رمضان وعندك نية واضحة، عايز تطلع منه بشخصية جديدة أحسن من اللي دخلت بيها. مشكلة ناس كتير في رمضان هي إدارة الوقت، يصحوا متأخر، يقضوا أغلب وقتهم على السوشيال ميديا أو يتفرجوا على مسلسلات طول اليوم، ويجوا في آخر الشهر يندموا إنهم ضيعوا وقتهم. علشان كده خلينا نتفق على شوية حاجات تخلي وقتك في رمضان متوازن ما بين العبادة والدراسة أو الشغل والراحة. أهم حاجة في رمضان هي العبادات، الصلاة، قراءة القرآن، الذكر والدعاء. أنا مش بقول إنك تفضل عايش طول اليوم في المسجد، لكن خلي عندك أوقات ثابتة ومتكررة للعبادة بحيث تبقى جزء من يومك زي أي حاجة تانية. مثلا بعد الفجر ده وقت ذهبي، تحس إن الجو هادي، العقل صافي، والجسم لسه فيه طاقة. استغله في الصلاة، في صلاة الفجر، في قراءة القرآن، ولو حتى ربع ساعة بس قبل الإفطار. ده وقت مستجاب فيه الدعاء، فبدل ما تقعد مستني الأكل واستغل بقى، استغل الوقت ده في الذكر وفي الدعاء. استغل الوقت ده يا باشا. وبعد العشاء بقى، بعد العشاء والتراويح، فرصة تقضي وقت هادي مع نفسك، تقرأ شوية قرآن، تفكر في يومك وتراجع نفسك. لو نظمت عباداتك بالطريقة دي هتلاقي نفسك قريب جدا من ربنا، وفي نفس الوقت عندك وقت الباقي حاجات يومك. تاني حاجة بقى هي وقت المذاكرة أو الشغل. في ناس عندها دراسة وفي ناس عندها شغل، وبيحسوا ان رمضان بيأثر على انتاجيتهم، بس الحقيقة العكس. لو نظمت وقتك صح هتلاقي ان رمضان ممكن يكون افضل وقت للانجاز. احسن وقت بقى للمذاكرة او الشغل بيكون بعد بما انك فايق وصاحي على نشاط، حاول تستغل او اول ساعتين، يعني حاول تستغل بقى اول ساعتين في اليوم دول في اي حاجة محتاجة تركيز عالي. يعني اي حاجة محتاجة تركيز عالي استغلها في الساعتين اللي هم بعد الفجر دول. وبعد العصر، بعد العصر وقت مناسب للمراجعة للحاجات الخفيفة اللي مش محتاجة مجهود ذهني كبير، حاجات كده خفيفة عشان برضو هتبقى ايه، صايم وجعان وبتاع فايه، خلي الدنيا خفيفة كده. بعد التراويح بقى لو بتحب السهر ممكن تستغله في انهاء المهام البسيطة او التخطيط لليوم التاني. يعني مثلا لو في حاجة مثلا بسيطة كده ممكن تعملها تخلصها على طول. يا اما بقى لو مثلا هتخطط للحاجات اللي انت هتعملها تاني يوم، خطط لها وراجع عليها كويس ونام بقى يا معلم عشان تصحى تاني يوم فايق وتستغل الساعتين اللي هم بعد الفجر. الفكرة مش انك تفضل شغال طول اليوم، لكن انك تشتغل بذكاء شوية وقت لكن بتركيز عالي. في رمضان لازم تلاقي وقت للراحة. مش معنى انك عايز تستغل الشهر صح انك تضغط على نفسك لدرجة الارهاق. خد وقت للراحة، نام كويس لكن ما تخليش النوم يسيطر على يومك. نام بدري علشان تقدر تصحى للفجر، وقلل من السهر اللي ملوش لازمة. كمان ما تنساش تاخد وقت لنفسك. رمضان مش بس عبادة ومذاكرة، لكنه كمان وقت للتواصل مع العيلة، للخروج في أجواء روحانية، أو حتى لممارسة أي هواية بتحبها.
دلوقتي بقى لو انت خلصت عباداتك وشغلك او مذاكرتك ولسه عندك وقت، في حاجات كتير ممكن تعملها وتخلي رمضان تجربة مختلفة تماما بالنسبة ليك. واحد، التطوع. تجربة هتساعد في تجهيز شنط رمضان مثلا، او تشارك في افطار صائم، او حتى تساعد اي حد حواليك. تاني حاجة، التقليل من السوشيال ميديا. رمضان فرصة عظيمة عشان نقلل من استخدامنا لوسائل التواصل ونركز أكتر على الواقع. تلاتة، القراءة. مش بس قراءة القرآن، لكن ممكن تقرأ كتب مفيدة، حاجات مثلا تنمي شخصيتك أو حتى روايات بتحبها. أربعة بقى، تحسين علاقتك بالناس. صلح أي خلاف، زور أهلك، اتكلم مع صحابك، خليك شخص إيجابي في الحياة ومع اللي حواليك. خليك إيجابي يا صديقي. في النهاية رمضان فرصة مش بتتكرر غير مرة في السنة، فلازم نستغله بأحسن شكل. حاول توزع وقتك ما بين العبادة والشغل والمذاكرة والترفيه بشكل متوازن. ما تضيعش وقتك، وابدأ الشهر بنية صادقة وخلاص، يعني تبقى بادئ كده بنية صادقة انك تخرج منه انسان افضل. واخيرا، لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير، وشارك معايا في الكومنتات ايه الحاجة اللي ناوي تلتزم بيها في رمضان. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. سلام.